بيت عادي في مدينة فيرجسون الأمريكية الساعة 7 الصبح، لكن فجأة بتوصل قوات كبيرة من الشرطة بيقتحموا المكان ويفتشوا البيت. لما بيوصلوا للجراج بيلاقوا عدد كبير من شرايط فيديو في مخبأ سري جوه الحيطة. لما بيشغلوا واحد من الشرايط دي بيشوفوا مشاهد ما كانش حد ممكن يتوقعها. المشاهد كانت صادمة لدرجة إن رئيس الشرطة وقتها أصدر أمر ببرنامج للعلاج النفسي لكل اللي شافوا الشرايط دي. وهنا بتبدأ قضية من قضايا غريبة شوية. صحفي اسمه بيل كتب مقال في الجورنال عن ضحية اسمها تريزا ويلسون، ووصف القاتل فيها باسم ستريت ووكر سترانجلر، وده معناه بالعامية اللي بيخنق فتيات الليل. بعدها بأيام لقى جواب غريب وصل مكتبه. الجواب كان مكتوب بخط أحمر كأنه خط الإيد لكنه مطبوع. العنوان اللي كان مكتوب على الجواب كان في مدينة نيويورك. المشكلة إن العنوان اللي مكتوب على الجواب ده طلع مش موجود بجد. العنوان كمان كان مكتوب فيه كلمة بمعنى العبودية، واللي كانت كمان اسم موقع على الدارك ويب متخصص في فيديوهات التعذيب. في الجواب اللي بعته كتب: حلوة يا بيل القصة اللي كتبتها عن تريزا ويلسون، اكتب واحدة تانية عن إليسا جرينواي وأنا هكافئك وأقول لك فين بقية الضحايا. وعشان أثبت لك إني مش بهزر بعت لك مع الجواب خريطة، دور في دايرة 50 ياردة من علامة الإكس وهتلاقي الضحية رقم 17. ونزل القصة في الجورنال يوم الأحد الجاي زي اللي فاتت بالظبط. علامة الإكس اللي كانت في الخريطة كانت في منطقة ويست ألتون. الشرطة راحت المكان ده ووصلوا فعلا لجثة الضحية رقم 17، والخريطة دي كانت الخيط اللي وصلهم للجاني. تفتكروا ايه اللي يخلي مجرم يبعت بنفسه جواب يكون دليل يوصل الشرطة ليه؟ ولا هل غروره وثقته الزايدة بنفسه وحبه للشهرة خلوه يتهور؟ والسؤال الأهم، ازاي فعلا من الجواب ده الشرطة قدرت توصل له؟ في 25 أكتوبر 1965 في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري في أمريكا اتولد موري ترافيس، وعاش مع أمه ساندرا وأبوه مايكل في حي سكني شعبي اسمه كار سكوير. سنة 76 العيلة اشتروا بيت صغير في مدينة فيرجسون. من بره موري كانت حياته عادية جدا، كان شاب هادي وخجول ومؤدب بشكل مش طبيعي. جيرانه والمدرسين اللي كانوا بيتعاملوا معاه كانوا شايفينه مثال للاحترام. في المدرسة كان في حاله جدا لدرجة انه صعب قوي انك تفتكره. في التحقيقات بعد كده لما الشرطة سألت زمايله كتير منهم حتى ما كانوش فاكرينه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقول انها كانت مشكلة في طفولته هو انفصال ابوه وامه، بس غير كده ما كانش فيه حاجة واضحة. اتخرج من المدرسة الثانوية سنة 85، بعدها قضى سنتين في الجيش الاحتياطي اشتغل فيهم كمساعد طبي، واشتغل في أكتر من شركة محلية، وكمان اتطوع في دار مسنين. يعني لو شفته وقتها هتشوفه نموذج وقدوة ومثال للاحترام. وفي سنة 86 لما كان عنده 22 سنة دخل كلية موريس براون في أتلانتا، وهنا بدأت المرحلة الضلمة في حياته. اتعرف فيها على الكوكايين، وبسرعة بقى مدمن مخدرات لدرجة إنه بيصرف أكتر من $300 في اليوم، وعشان يقدر يجيب فلوس المخدرات اضطر إنه يلجأ للسرقة. في مارس سنة 88 وهو في أجازة الصيف سرق 5 محلات في 8 أيام بس. والغريب إنه كان بيستخدم مسدس صوت مش سلاح حقيقي. الشرطة مسكته بسبب أوصاف عربيته، ولما اتقبض عليه قال إنه مش فاكر أي حاجة بسبب المخدرات. موري دخل في برنامج علاج للإدمان لشهور، وبعد فترة قال إنه قدر يتغلب على إدمانه للمخدرات. واللي يدعم ده هو سجله النظيف قبل الواقعة دي، وكمان ناس كتير كتبت شهادات تدعمه، منهم حتى نائب في الكونجرس. الشهادات دي كانت بتقول إنه كان جاد وملتزم في العلاج، وإن السرقات دي كانت حاجة خارجة عن شخصيته الطبيعية. بس رغم كل الكلام ده في 5 يوليو 1989 اتحكم على موري ب15 سنة سجن، وكان عنده وقتها 23 سنة بس. ودي كانت بداية قعدته في السجن بسبب جرايمه. من أول يوم في السجن وهو عارف إن الدنيا مش هتبقى سهلة. كان بيشتكي إن العنف والمخدرات ماليين المكان، وإن ده في خطر كبير عليه بعد ما تعافى من الإدمان. وفي لحظة يأس كتب جواب للقاضي يترجاه إنه يراجع الحكم، وكتب إنه بيفكر ينتحر كل يوم بسبب الظروف اللي عايش فيها. وختم جوابه بطلب فرصة تانية إنه يكون شخص صالح في المجتمع. وفي سنة 94 موري خد عفو مشروط بنظام مراقبة بعد ما قضى 5 سنين و3 شهور بس في السجن. وخروجه المبكر ده كان بسبب سلوكه الملتزم. لما خرج قعد في شقة صغيرة، والجيران كانوا بيقولوا إنه مستأجر مثالي وما بيعملش دوشة، لكن بسبب مخالفته لنظام المراقبة رجع السجن تاني في 98 وخرج بعدها بسنة. لما خرج من السجن آخر مرة قعد في بيت من دور واحد وجراج، واشتغل في أكتر من مطعم، وكان عايش لوحده معظم الوقت. كان عنده هوس غريب بعربيته، بيقضي وقت كتير بيعدل فيها وبينظفها، لكن الجيران وزمايله في الشغل ما كانش عندهم أي شك فيه. محدش حس بأي حاجة، وده على عكس كلام صديقته اللي كان طلب إيديها للجواز
واللي في التحقيقات قالت شهادة غريبة شوية. قالت في يوم قال لي لو عرفتيني كويس هتعرفي إن أنا ممكن أذيكي، أحسن لك ما تعرفينيش. وبعدها طبعا خافت لما سمعت الكلام ده وسابته ومشيت. وفي مارس 2001 بعد ما حبيبته دي مشيت بدأت الجثث تظهر في البلد. بين مارس 2001 ومايو 2002 موري كان بيصطاد ضحاياه من شارع في مدينة سانت لويس، منطقة كانت مليانة مخدرات وبنات بيشتغلوا يعني شغلانة مش أحسن حاجة. كان بياخدهم على بيته فيرغسون، وفي الجراج اللي كان شبه زنزانة من العصور الوسطى كان بيعمل حاجات محدش ممكن يصدقها. كان بيربطهم بحبال وكلبشات ويغطي عينيهم بشريط ويلبسهم نظارة سودا عشان ما يقدروش يشوفوا حاجة. كان بيخترع ألعاب عنيفة ويتعمد يهينهم ويذلهم ويطلب منهم اللي كان بيسميه الخضوع الكامل، وبعدين يخنقهم لحد ما يموتوا. وفي منهم اللي كان بيسيبهم ويمشي. الشرطة رجحت انه كان بيقتل اللي عندهم اطفال لما يكتشف ده من كلامه معاهم، عشان كان بيكره فكرة ان حد يفضل المخدرات او حياة الشارع على اولاده. هل اختياراته دي كانت بسبب حاجة ما اتعرض لها في طفولته؟ اول ضحية معروفة كانت ماري شيلز، 61 سنة، لقوها في سانت لويس. بعدها الجثث زادت، بنات صغيرة وستات كبيرة وكتير منهم مدمنين. الحاجة المشتركة ما بينهم إن الجثث دايما كانت بتكون مربوطة بحبل بشكل مميز. في واحدة من الجرائم دي الطب الجنائي اكتشف آثار لكاوتش عربية، لكن للأسف كان الطريق مسدود وما وصلوش لحاجة. القتل استمر لحد 2002 بضحايا مجهولين في مدن كتير. الموضوع كان مرعب ومتواصل من غير ما أي حد يوصل لأي خيط. الشرطة كانت متأكدة إن كل الجرائم دي لنفس القاتل، لكن ما كانوش قادرين يحددوا هو مين لحد ما الجواب بتاع الصحفي بيل سميث وصل، والخريطة هي اللي وصلت الشرطة لموري. الشرطة اكتشفت ان الخريطة دي مطبوعة من موقع اكسبيديا، والاف بي اي سألت الشركة عن الخريطة، واللي كان مسجل ان كمبيوتر واحد بس هو اللي دخل على الخريطة دي في الفترة من 18 ل 20 مايو، وده خلاهم يوصلوا للاي بي ادرس اللي كان مسجل وقتها تبع شركة وورلد كوم. وبسؤال الشركة ظهر اسم موري ترافيس. وفي 7 يونيو 2002 الاف بي اي اقتحموا بيته الساعة 7 الصبح، ولقوا في الجراج دم على السقف وعلى الحيطان، ولقوا كمان أدوات تعذيب منها مسدس كهرباء وحتت قصصها من جرايد عن جرايمه، والفيديوهات المرعبة طبعا اللي كلمتكم عنها في الأول. فحصوا الكمبيوتر ولقوا مسودات الجواب اللي كان بعته للصحفي، ولقوا كمان رسم تخطيط البيت لتوسعة الجراج بزنازين وفتحات تهوية. ولما خدوا منه عينة دي ان ايه تطابقت مع عينتين من جريمتين مختلفين. لكن الشرطة كانوا شاكين انه قتل حوالي من 12 ل 20 ضحية في الفترة من 2001 ل 2002، وفضل ضحايا كتير منهم مجهولين. لكن بعد 3 أيام بس، وفي 10 يونيو 2002 موري قرر ينهي كل حاجة. كتب جواب لأمه في زنزانته في السجن، وقال لها فيه أنا آسف يا أمي، أنا ما كنتش كويس من وأنا 14 سنة، ما حسيتش بفرحة أبدا، الموت أحسن حل ليا، أنتوا ما قتلتونيش، أنا اللي اخترت أموت. بعدها ربط ملاية السرير في فتحة التهوية وحط مخدة على راسه وربط ايديه ورا ظهره وشنق نفسه. ودورية الشرطة ما اكتشفتش جثته غير بعد 45 دقيقة من وفاته. القصة دي بتسيبنا مع أسئلة كتير. ازاي موري قدر يعمل حوالي 20 جريمة من غير ما أي حد يحس؟ وليه انتحر؟ هل كان خايف من السجن؟ ولا هل كان عنده من النرجسية اللي تخليه ما يقدرش يتصور ان أي حد تاني ممكن يقرر مصيره؟ بس كده، ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.